السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم جميعا مشاهدينا الكرام، وكنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. اليوم غادي جينا نهضروا على القضية ديال المنتخب الوطني المغربي، على الموضوع ديال المنتخب الوطني المغربي. كما شفنا المنتخب المغربي لعب مؤخرا جوج ديال المباريات ضد المنتخب التونسي، أيضا ضد المنتخب ديال البنين. هاد المباريات هذه وقعت عليها واحد الضجة اللي هي كبيرة، ضجة اللي كبيرة، وخصوصا كان هجوم يعني كبير على السي وليد الركراكي. وشنا بزاف ديال التخريجات ديال التصاريح، ايضا شنا بزاف ديال الفيديوهات في المواقع الاجتماعيه كيهاجموا الركراكي وكيهضروا على المنتخب المغربي بالسوء. دابا حنا الطبع ديال الشعب المغربي ديما كننساو الجميل، وديما كننساو الانسان اللي كيخدم بشفافيه والمصداقيه. راه شتي واخا الدر اللي درتي مع الشعب المغربي في الاخر يقول لك راه ما درتي والو. هذا هو الواقع. دابا المباراه ديال البنين كلشي علق عليها، قال لك المنتخب كان ضعيف، المنتخب كذا. وجبكم الله المنتخب كان لاعب مع الاتحاد يعقوب المنصور ولا راه كان لاعب مع المنتخب بنين، ومنتخب بنين راه معروف حتى هو كيلعب الكره حديثه. بقاو كذبوا على راسنا. راه ما خصنا في اي مباراه نغلبوا ونبينوا المستوى ديالنا الكبير. راه ضروري غتجي شي مباراه غنعرقل لك مسائل. حنا شفنا الخير ديال الوالد الركراكي راه ما نساوهش، لان يعني شرب يعني بالرايه المغربيه في العالم، وصل صوره المغرب عالميه كما شفنا في كاس العالم. كاين بعض الاخوان كيقول لك ولا كاس العالم هذاك هي الا خرنا، راه بالعكس، راه اول منتخب افريقي عربي وصل هذاك المستوى في كاس العالم. ايضا شفنا في التظاهرات اخرى، شفنا ضد المنتخب المصري، ضد المنتخب التونسي وغير ذلك، يعني شرف. اذا مش في كل مباراه راه المنتخب غادي يغلب، راه حشومه، والله الا حشومه، راه حشومه. شتي ديك الهجمات والسب القذف في حق وليد الركراكي راه غير ممكن. راه الواقع هو هذا. راه خصنا يكون عندنا ثقافه، خصنا الشعب يكون واعي. راه هنا ما كنقصدوش الكل، انما واحد الطرف الكبير. خصنا ثقافه، خصنا نكونوا واعيين. خلوا السيد يخدم، السيد راه بدا، خليوه يخدم. هذه مباراه وديه راه كيجرب على اللعابه فيها. انا بالنسبه لي شفت المباراه مع تونس، مباراه كانت واعره، لعبوا كره. مباراه مع البنين لعبوا الكره، لكن كاين بعض الاخطاء، واي منتخب عنده اخطاء. شفنا مؤخرا منتخب يعني الاسباني انهزم امام منتخب البرتغالي، والمنتخب الاسباني وما ادراك ما المنتخب الاسباني. نبقاو الاخوان نكذبوا على راسنا. ندوز لكم بعض التصاريح ايضا قبل ما ندوزو بعض التصاريح ديال الاخوان. غادي ندوز لكم الهدف ديال الكعبي، من احسن الاهداف اللي تسجل في هذه المباراه، يعني هدف رائع جدا. شاهدوا معنا. ماسينا يرفع دم والكعبية وهي نحو المرمى. جول 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 جول. تستحق الإعادة، تستحق التصفيق والإشادة، تستحق أن تكون في كما شفتوا اخواني اخواتي، هدف رائع بالطريقه الجميله والطريقه الاحترافيه. يعني باش تجيو تسجل بهذه الطريقه هذه وهي الضربه ديال المقص راه صعيبه شويه، وفي هذيك النقطه بالضبط. هدف رائع، وكنحيوا المنتخب المغربي على هذا السجع وعلى هذه المباراه. ايضا كنحيوا اللاعب الكعبي اللي صراحه هذا الهدف اللي هو كان رائع جدا. غير هالهدف هذا كاننا لعبنا مباراه واعره، بلا ما نبقاو نجيو الطراهات وكواك واك والصداع والبلبله. شحال من واحد باغي يدير غير البلبله، شحال من واحد باغي يعمل غير البلبله وباغي ينبان وصافي. هذا هو المشكل ديالنا حنا. غادي ندوزو لكم واحد التصريح واحد الاخ اللي علق على هذا المباراه المغرب. بقاو معنا. وعدنا حكيمي، وعدنا اللعبه بحر روس، واللعبه ومن 20 و22 و80 يعمق، والعداوه بطله والسامق بكيتي. يا مصيبه يا شوف. هادو تونسيه غدوها بالفاتحه، غدوها بالفاتحه، غدوها بالفاتحه. الركراكي عاقوا به، وانسان ضعيف، انسان ضعيف. الركراكي كيلعب على مرتدات فقط، من غير مرتدات ما كتشوفش الركراكي. وليفاش مات وماشي كاس العالم، وحنا فضحنا في كاس العالم، فضحنا. نسمعوا ننسي والد الركراكي بهذا التصريح ديالنا الخاويه. راه هنا كنفشلوا بنادم، احنا هما اللي كنفشلوا المنتخب. راه ماشي المنتخب فاشل، وحنا كشعب فاشلين. مني كنخرجوا حنا في هذا التصريح هذا ونقولوا واك اش واقع. كاين بعض اللقطه اخرى ما دوزتهاش، نفس هذا الاخ هذا اللي كيقول لك خصو يمشي في حاله. على الله خصو يمشي في حاله، غيمشي في حاله.
لا غيمشي بحالو. واش دابا انت عارف احسن منه داخل الملعب؟ السيد عطاه اللي عطاه، والسيد لعب الكره، وهذيك كان عنده خطه يعني التجرب ديال المباراه حبيه. لعبوا صراحه، انا بالنسبه لي شفت الدراري لعبوا كره، تقاتلوا له كره، كان فيه يعني التجربه ديال بعض الشباب في هذه المباراه هذه. وهذه المباراه ماشي هي اللي غادي نلعبوه في في التظاهره، غادي يكون تغيير اخر، وغادي نشوفوا بزاف ديال الحوايجات اللي زوينه. غير خصنا ما نزربوشي، وما خصناش نهاجموا واحد السيد اللي هو كيخدم شاف فيهم مصداقيه، وراه غادي ان شاء الله غادي يبين بزاف ديال الحوايج. ايضا غادي نمشيو لواحد التصريح اخر، بقاو معنا. والو انت الركراكي خصك تبدل الخطه، راه ما عندك خطه. كما سمعتوا اخواني اخواتي، قال لك اودي انت الركراكي خصك تبدل الخطه. انا باش تعرف حتى التصريح ديال ابناء هذا الشعب، راه بنادم خصو يبان مع الكاميرا. هذه هي الصراحه، راه ما به لا الركراكي ولا مباراه، به خصو يبان في الكاميرا وبين راني درت ودرت وهضرت وهذه فقط. لكن مين بغوا نبانوا بغرت الكاميرا، صنعطوا الصوره زوينه على الشعب المغربي، صنبينوا الشعب مثقف، نعرفوا كيفاش نهضروا، واي كلمه كتخرج من فمك خصك توزنها تخرجها. انت شتي في الاخر قال لك تبدل الخطه، بعد مره قال خصك تبدل مقطع، المهم خطا في شي كلمه وضحك وسمح في الاخر ومشى. يعني ما راه صراحه، راه والله شوف، انا فيت اللي قلتها في الفيديوهات ديالي السابقه، حنا ما عندناش الثقافه سواء مقاطعه او ديال الكره او غير ذلك. حنا عندنا الثقافه نحاولوا نهاجموا الانسان، والانسان اللي كيخدم مزيان نقولوا راك ما كتخدمش، واللي ما كيخدمش وكيغش كنقولوا له انت راك رويجيل. وهذا هو الحال ديالنا حنايا فقط. انا بالنسبه لي والد الركراكي كنحيي هذا المنبر هذا، دار واحد المجهود كبير. مشينا لكاس العالم، شرفنا وشرف الدوله المغربيه وشرف الدول ديال العرب المسلمين وافريقيا في العالم باسره. ايضا مشينا في بطولات اخرى اللي شرف فيها المغرب، شنا كما المنتخب المصري انهزم امام المنتخب المغربي، شنا عده منتخبات اللي هي لديها يعني وزن كبير في الساحه الدوليه، يعني في كره القدم او التظاهرات ديال كره القدم، شنا انتصر عليها المنتخب المغربي. راه ماشي بالساهل، والواقع هو هذا، باش تنتصر على اسبانيا، تنتصر على هولندا، تنتصر على الفرق اللي هي في المستوى واللي هي في داس كاس العالم ودات التظاهره العالميه، باش تفوز عليها راه خصك تكون شي فارق مع شكون. واللي داروا المنتخب المغربي وايضا والد الركراكي راه ما داروا حتى شي واحد. ونتحداكم اي مدرب داز في المنتخب المغربي كان كيدي غير الميزانيه ديال وداد الشعب. راه شنا مدربين فرنسيين مع شحال من مدرب، هونوري ميشيل وسير وسير وسير، كانوا كيدوا غير الميزانيه ديال وداد الشعب. ما عمرنا شنا معاهم وجه حمار، او داو شي لقب او وصلوا شي نهايه. هذا راه واقع. اذا هذا ولد البلاد الركراكي لعب الكره، وصراحه حمرنا وجهنا. شنا مؤخرا الشعب التونسي، ما كنحيوا الشعب التونسي واخا هو يعني كيهاجم الشعب المغربي، شنو كيخرجوا في الاعلام ديالهم، حنا غادي نغلبوا المغرب، حنا غنديروا في الاخر. المنتخب الوطني المغربي رفع الراس ديال المغاربه، وتم الانتصار بجوج المقابل لا شيء على المنتخب التونسي في فاس. اذا كلشي واضح وباين. جات المباراه ديال البنين، كانوا هناك تجربات بعض اللاعبين جدد اللي لعبوا في المباراه. مباراه لعبت صراحه زويونه، المنتخب شناه لعب بطريقه زوينه. كاين اخطاء، والاخطاء راه وارده على اي منتخب كما بغى يكون، هذا يكون خطا، هذا امر عادي جدا. انتصرنا بهدف اللي هو كان رائع جدا، هذاك الهدف اللي صراحه هدف اللي عجبني بزاف، بهذيك الطريقه الزوينه باش سجلوا هذا الهدف. يعني هذه هي كره القدم، راه ما عندناش بقى نعلقوا على سميتو. اللي بغيت نوصل انا في هذه الرساله، خلوا السيد يخدم على راسو، خلوا السيد يخدم. النهار اللي تشوفوا خسر الاولى والثانيه وهذا عاد ممكن نعلقوا عليه، او نشوفوه دار اخطاء كبيره ونعلقوا عليه. كاين بعض الناس اللي داروا فيديوهات وكيهاجموه، كاين اللي كيسبوه. الله يود، واش الثقافه ديالكم هيدا؟ كنا كنعيبوا على الجيران ديال السوق الكراغيله، ساعه حنا قباح منهم.
مازالوا مرة شويه، حنا دابا فتناهم. اي واحد كنوضو نهاجموه. خص يكون عندنا الثقافه كرويه، خص يكون عندنا الثقافه كرويه باش نهضروا في القضيه ديال الكره. خصنا نرفعوا المعنويات للمنتخب الوطني المغربي، ايضا حتى المدرب يعرف باللي الشعب كامل ورائه من اجل ننتصروا في مباريات في كاس افريقيا اللي عاد تنظمها بلادنا ان شاء الله. وهذا هو الواقع. خلوا الرجل يخدم. ايضا شفت بعض الفيديوهات اللي كيقول لك اودي خص اللاعب ديال نسيت لي السميه ديالو اللي في هولندا، خص المدرب يرجعو السميه سبحان الله غير هيداك مشات لي من اللسان ديالي. قال لك شتما، قال لك خصو يرجع، وعلاش هذا خصو ضروري يرجعوه. شوف هذا كيبقى قرار ديال المدرب، هذا قرار ديال المدرب. يرجعوا لي ما رجعوش، انا ما كندخلوش في هاد المسائل هذه. بالنسبه قال لك التغريده على فلسطين ولا هذه، شوف اذا جينا للواقع هذا لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي وكيمثل الدوله المغربيه في كره القدم. يعني التخريجه اللي خرج بها غير طبيعيه باش نكونوا واقعيين، لان انت كتحط بلادك كامله في واحد الصوره كانها هي اللي كتقتل في هذاك الشعب. هذا هو الواقع. بهذه الطريقه راك حطيتيها. اللي غادي حتى يحترم الدوله المغربيه فمرحبا، اللي غادي يحترم هذا الشعب فمرحبا. اما اللي غادي يبقى يضربنا من وراء الظهر ديالنا ما عندنا ما نديرو به. هذا هو الواقع. كاين اللي غيدخل يقول لي انت ضد فلسطين، هذه هضره خاويه، هذه هضره خاويه. كلنا كندوزو بتكشي اللي كيوقع تما كلنا. انما باش يخرج واحد اللاعب اللي هو في هذا الوزن اللي هو داخل المنتخب المغربي ويقول لك الدوله ديال بلادي هي اللي كذاك داير وكذا وكذا، بحال اللي كيحطنا حنا في الصوره حنا اللي كنقتلوا تما، راه ماشي دوله اخرى. هذا راه واقع. لكن رغم ذلك كيبقى قرار ديال المدرب. حنا ماذا بيا لينا يجيبو يلعب، ما عندناش مشكل. ما جابوش كيبقى قرار ديالو. باش نحسموا هذه المساله هذه. انا عارف شي بعض المريقيه والجليقيه راه عاد يدخلوا يبقاو يهضروا ويعلقوا لهذه. انا لا يهمني ذلك. كلمه الحق هي هذه. اذا قبل ما نختم هذا الفيديو هذا كنبغي نوصل هذوك المريقيه واللي باغيين نبانوا بغرة الكاميرات، خليو لكم السيد يخدم. انا متفقين معكم 100% في التصريح ديالكم، انما كنقول لكم خلوا السيد يخدم. خلوا السيد يخدم. دابا ماشي الوقيته اللي غادي نوضوا نهاجموا المدرب. هذه ماشي الوقيته ديالو، هذه الوقيته ديال الاتحاد، الوقيته ديال اللي حنا ندعموه غير معنويا باش نشوفوهم في كاس افريقيا يعلوا بالصوره ديال هذا الوطن اللي هو عزيز علينا. ايضا يفرجونا في بطوله ديال كاس افريقيا اللي غتكون في المغرب. وان شاء الله عندي يعني احساس باللي المنتخب الوطني المغربي غادي يدي كاس افريقيا وغادي يفوز بهذه البطوله ان شاء الله داخل المغرب. الى هنا اخواني اخواتي، كنتمنى هذا الفيديو على العاتق ديالكم اللي شاهد هذا الفيديو فيه بارطاجيه، لان مني كتشارك هذا الفيديو راه غادي نوصلوا رساله وغادي نحاولوا ندعموا المنتخب ديالنا الوطني المغربي ولو معنويا من اجل فوزوا بالبطوله الافريقيه. ولما لا. ايضا واحد زر لايك ما تبخلوش علينا به، ما غتخسروا والو. زر لايك ما تخلصوا عليه والو، غير تكي على هيدا زر لايك. انت درتي زر لايك. ايضا الاراء ديالكم في التعليق. الى هنا انتهي الفيديو ديالنا، نلتقي في شي فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.